مطلوب مني دلوقتي 7000 جنيه علشان اروح ادخل ولادي المدرسه او ادفع لهم مصاريف المدرسه. طبعا احنا صحينا كلنا كده امبارح على الاخبار الجميله والقرارات التحفه اللي ملهاش مثيل في الدنيا كلها، ان فلوس الكتب او مصاريف الكتب في المدارس اجباري. ما فيهاش نقاش بقى، ولا ما دام قال لك اجباري يبقى مش هيدخلوا ابنك من المدرسه غير لما تدفعها اجباري. حضرتك انا عندي 3 اولاد انا مسؤوله عنهم مسؤوليه كامله، ومرتبي انا شغاله في التربيه والتعليم، مرتبي اقل من مصاريف الولاد، اقل من مصاريف الولاد، عايشه في ايجار. الولاد محتاجين غير المصاريف طبعا بتاعت حضرتك اللي انت اجبرتني ان انا اجيبها، اجبرتني ان انا اجيبها. مش عارفه ليه، ايه يعني ايه؟ افرض انا واحده مش عايزه اجيب لاولادي كتب، انا مش عايزه اعلم ولادي بكتب، عايزه اعلمهم كده بالطاقه النظريه كده. خلاص لا لازم تجيبي كتب. طيب حضرتك هتقولي كنت بتجيبي كتب زمان ازاي؟ كنت بقول لك كتب الوزاره التعليم كانت مرطرطه في كل الاماكن بره، وكانت ارخص، وكانت ب 350 جنيه، وكانت ب 400 جنيه، وكنا بنلاقوها محدش يعني بالكوم بره. تمام كده؟ لا حضرتك غليت علينا المصاريف، يعني خليتها اجباري واغلى، اجباري واغلى من المصاريف. 1000 ونص مصاريف الكتب بقت 1000 ونص، من 400 ل 1000 ونص مره واحده. تقول لي ازاي؟ اقول لك الله اعلم، والله دي بقدره قادر الكلام ده حصل. خلاص كده تمام ماشي مفيش مشكله. طب السبلايز بقى، لازم السبلايز اللي لسه قد كده فيها حاجات ملهاش اي لازمه في الدنيا لازم تجيبيها، عشان طبعا ولادك يبقوا زي اصحابهم. ما ينفعش ولادك يروحوا من غير السبلايز، لان هم هيطلعوا دكاتره ان شاء الله ومهندسين وعلماء ذره. لازم بالسبلايز. لو ما جابوش السبلايز مش نافعين، خلاص هم كده كده مش نافعين اصلا. تمام؟ من طريقتكم ومن اسلوبكم، لان كنتوا كرهتونا في التعليم. احنا كرهنا التعليم وكرهنا المدارس، ومش عايز، ما عادش حد بيفكر ابنه يطلع ايه ولا عايز ابنه يتعلمه ازاي. هو عايز ابنه ينجح، يعدي السنه تخلص بقى، يفتح عينه كده، يغمض عينه فتحها يلاقي السنه خلصت. ده اللي احنا عايزينه. ما عادش بقى بنفكر ابني يطلع دكتور، ما فيش الكلام ده، لان احنا فوق دماغنا كده ايه، نطلع من حاجه نلاقي حاجه، نطلع من حاجه نلاقي حاجه. خلاص كده مصاريف مدارس، مصاريف سبلايز. السبلايز اللي بتقعد مع العيل يومين 3 او بالكتير، يعني لما يكون عيل محافظ على حاجته كده اسبوع بالكتير، والحاجه بتضيع، والحاجه بتروح مع حد، ومحدش بيرجع حاجه، واللي بيروح له حاجه بياخدها. الدنيا بايظه، الدنيا بايظه طبعا، عشان المدارس ما فيهاش ضبط ولا ربط ولا فيها اي نوع من انواع الكلام اللي احنا المفروض يبقوا موجود ده. طب تمام ماشي. طب انا مطلوب مني دلوقتي مصاريف مدارس، مصاريف كتب، مصاريف سبلايز، مصاريف هدوم، كل ده هجيبه منين؟ اديني عقلك يا مؤمن، انا هجيب الفلوس دي منين؟ بقول لك مرتبي اقل من كده بكتير، انا هجيبه وقاعده في ايجار. طب انت دلوقتي تدفعي ايجار، ولا اولادك اللي داخلين مدارس دولت مصاريف يوميه، ولا الدروس؟ طبعا الدروس. طب انا هستلف المبلغ ده في اول الدراسه وهعدي ولادي وكده. طب الدروس بقى، الدروس بقى اللي انا لازم عشان ابنك ينجح، لان مفيش تعليم بالقدر الكافي في المدرسه، لازم تدي دروس في كل المواد، لازم تدي دروس. وايه؟ حصه ب 100 جنيه مش بالشهر. احنا كنا زمان الشهر بقى بكذا، لا الحصه ب 100 جنيه. الولد ياخد وهو نازل كده رايح الدرس كده 130 150 جنيه معاه عشان يدفع فلوس الدرس ومواصلاته وورق يصوره. يا سلام بجد والله، ده سنه دراسيه سعيده جميله علينا كلنا.